غاربية وبدأناها من الجزائر. سمعتم الكثير من الشهادات التي فندت ما قاله المستشار الرئاسي لحقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، والذي أكد بأن حالات التعذيب في السجون الجزائرية ما هي إلا ضرب من الخيال وحديث بدون معنى. واستمعتم إلى حالات فندت هذا القول، وكأن لسان حالها يقول يا سي فاروق يا قسنطيني. هذه قصص من الواقع وليست من الخيال، حدثت في الجزائر بين عامي 1991 وإلى غاية 2006. إذن نواصل الاستماع إلى هذه الشهادات معي عبر خدمة سكايب من باتنا شرق الجزائر السيد عبد الوهاب بالقاسمي، مناظر في جبل ياسمين للإنقاذ، وأيضا عضو مؤسس في النقابة الإسلامية للعمل، والتي كانت آنذاك والتي حلت أيضا عندما جاء قرار حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ. أرحب بك السيد عبد الوهاب بالقاسمي. سيد عبد الوهاب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بدون إطالة نتحدث عن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، عن تصريحات لفاروق قسنطيني يقول بأنه قصص حالات التعذيب في السجون الجزائرية ما هي إلا ضرب من الخيال. ما الذي تقوله؟ واعطينا التجربة الشخصية متاعك. يا أخي سليم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إن التعذيب الذي مورس على الشعب الجزائري خلال العشرية السوداء، وخاصة الذي مس مناضلي الجبهة الإسلامية والنقابة الإسلامية، فهو يعتبر وصبة عار في جبين النظام الجزائري. كذلك النظام الجزائري تحدى كل التحديات وتحدى كل الأطراف والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها الجزائر. ومن هذه كان فاروق قسنطيني تعرفوا شيء يتكلم مأمور، تعرفوا شيء إنسان مأمور، وإنسان تعرفوا شيء ما لا صدق في كلامه. أنا أدلي بشهادتي، أنا تعرضت لعدة اعتقالات في سواء في الشرعية أو في عندما حلت النقابة الإسلامية. جيبوا لي بان بليز. اعتقلت المرة الأولى، حكم علي ب6 أشهر سجن، ولما خرجت هذه في شهر ماي 92، وشهر نوفمبر اعتقلت مرة ثانية، وتم تعذيبي بواسطة المنشفة أو كما يقال المعروف الشفونة لمدة معينة في مركز الأمن، ودخلت في حالة غيبوبة، نقلت على أثرها إلى المستشفى، وهناك مسني مرض السكري في هذه اللحظة، ولكن يعني زلاو عليا المرض نتاعي، تعرفوا شيء ما حبوش يقولوا لي باللي راك اصبت بمرض السكري. خلوني عادي وادخلوني السجن، وانا اشتكي تعرفوا شيء، اللي ما نقولش طول الليالي ما نقولش تعرفوا شيء، من بعد كرمك الله البيت الخلاء تعرفوا شيء رايح جاي وناكل كل شيء، ما باليش باللي راني اصبت بمرض السكري. جات المدة نقلوني للقسنطينة للمحكمة الخاصة للمحاكمة. الطبيب تاع السجن قال لي ممكن شكيت، لكان بقيت هنا شكيت باللي راك مصاب بالسكري، ما بقيتش يعني، زاد ورجعوني مرة أخرى السجن باتنا. بعدها نقلوني القالمة، سجن قالمة. هناك قمت بإضراب عن الطعام لإخراجي إلى المستشفى، فأخرجوني إلى المستشفى يعني تحت حراسة مشددة، وكأنني تعرفوا شيء يعني. فوجدوا 5 غرامات سكري. يعني الطبيبة قالت لي جي تمشي، قلت لها نعم، قلت لها جي تمشي، قالت لي كيفاه؟ قلت لي سبحان الله، قالت لي 5 غرامات تجي تمشي بهم. بعد ذلك عطاو لي دواء في قلمة، تعرفوا شيء تحسنت شويه الوضعيه تاعي، جابوني رجعوني لباتنا يومين باش ينقلونا. هذا عام واحد داروا لي سياحه بين سجون، بين باتنا قالمة
قسنطينة الكدية السياحة. 4 سنوات نقلونا للصحراء الورقلة، قضيت 4 سنوات في الصحراء. داونا مقيدين الى الوراء، حتى الزر تاع الامان تاع الاغلال نزعوهم، يعني تسمى باش الاغلال هذيك تزير على اليدين تاعها ويدينا للوراء. يعني كاين الناس اللي كانت تبكي يعني من الانتفاخ تاع اليدين تاعها. وصلونا لورقله، بقينا في ورقله تعرفوا مده معينه. من بعد الشيء المحير هو انه تعرفوا لما جاءت المخابرات لاخذي الى خارج السجن، والقانون يمنع تعرفوا اي واحد محكوم عليه ان يخرج خارج السجن. فوقعت زجرة في داخل السجن برحال، وما أدراك ما السجن برحال. دخلوا المساجين القاعات تعرفوا أخذوني أنا وحتى حراس السجن يسألوا فيا واش فعلت واش درت واش كذا. قلت لهم ما على بالي بوال ولا ما درت والو، ما على بالي بوال وانا راني مسجون، أنا فاقد للحرية تعرفوا فاقد لكل شيء. واش راني ندير؟ واش حكموا عليك سي بالقاسم؟ 5 سنوات. لا الحكم واش كان التهمه يعني شنو المنطوق الحكم؟ يعني روبري جيسيس. داروني روبري جيسيس. هضروا معايا الزوج هذوك اللي جاوك تاع السيفيل، هضروا معايا وطرحوا لي تعرفوا يعني اللي كانت مناقشه ما بيناتنا تعرفوا في هذا. قال لك كون عندك جواز سفر تخرج للخارج. قلت لهم ما نخرجش للخارج، كون يكون عندي جواز سفر راح نبقى في الجزائر وراح نتكلم في الجزائر، لاننا قلت له احنا فزنا واحنا تعرفوا سواء الجمعيه الاسلاميه او النقابه الاسلاميه فازت فوزا عريضا، ولكن اغتصب حقها تعرفوا من طرف شرذمه تعرفوا اللي اغتصبت لهذا الواقع الحقيقي. لكن تعرفوا قالوا لي هذاك حتى وصلت الامر للتهديد، قالوا لي راح تموت. قلت له تعرف شوف نقول لك، قلت له ما تهددنيش بالموت، لانني تعرفوا قلت له انا لما اسجد اقول في سجودي اللهم اقبضني مظلوم ولا تقبضني ظالم. هذا هو. بعد اسبوع جاوا اخذوني من السجن كقول في حاله يرثى لها. داروا لي كقول لا ما نجيش باش نتنفس، وضعوني في سيارة على بطني ووضعوا رجله ضحى على رقبتي. أوصلوا بي تعرفوا إلى مقر ما نعرفوش أنا، السيارة قاعدة تدور حتى نوصلوا. المهم 3 أيام وأنا تحت التعذيب، و3 أيام أنا ما ناكلش. أنا عندي عادة لما نكون في الاحتجاز نمتنع عن الأكل، يعني تلقائيا ما نجمش ناكل. قالوا لي داير اضراب على الطعام، قلت لهم ما نجمش ندير، مانيش داير اضراب، بصح الماكله ما تفوتش. ضربوني بحاجه انا مدير كاقولي، ضربوني بحاجه اللي ما تخليش الاثر. ضربوني من المؤخره تاع راسي، نرديت يعني كرمك الله تقييد ارجار بويد، ومخي تعرفوا يعني دار عليا. داوني ارموني في الزنزانه. بعد 3 ايام ردوني للسجن. الطبيب تاع السجن تعرفوا كيف بوتوني زعما الطبيب يعني انسان مؤمن، ونقول لك بكل صراحه انسان طيب تعرفوا وكل واحد يهضر عليه فعله. شاف فحصني قال الحاله تاعو خطيره جدا. قال الممرضين اللي معاه لازم تهزوه تعرفوا ما نخليوهش في الانعزال لان كنت منعزل. قال لهم هزوه نديوه للقاعه ونسحبوا باش يعسوه تعرفوا. اداوني هزوني في القاعه حتى وقت العشاء فطن ذيك الساعه. جاو تعرفوا المساجين هذوك خلعتنا وكذا تعرفوا هذا تعرفوا الشيء اللي صرا. علاه يدرقوا عليا الموت تاعي انا تعرفوا لو وقيت في باتنا من 5 غرامات علي كنت نموت. انا هذا هو السر اللي نحوس عليه. كاينه شهاده اخرى ندلي بها يا اخي سليم، وهذه تعرفوا شفت بأمي يعني، لان يعطيو لي 5 دقائق او 10 دقائق يعني للاستراحه من الزنزانه الانفراديه. نشوف في شخص قابلني في الجهه المقابله. هذا الشخص هذا كنت نشوف مع وجهه. من بعد تولهت لتحت لقيته ينزف
دم وواد تاع دم ينزف منه. سبحان الله العظيم. وشي هذا لابس قميص تعرفوا شي، ما جا المدير تاع السجن قال لهم انا ما نقبلش هذا الشخص هذا، ما نقبلوش في المؤسسه تاعي، ما نقبلوش. عيط الله بالعام، جابوه داو للمستشفى تعرفوا شي الحمايه المدنيه، خذاوه المستشفى قاموا بعلاجات وردوه. واش يقولوا؟ قال لك لازم نرميوه في الانعزال مع السيد هذا مع بالقاسمي، نرميوه في الانعزال باش ما خلوه لي. ويعني نقول لك بصراحه يعني تعبني انا، التعب تاع السجن والتعب تاع هذاك، هو مسكين تعرفوا شي في حاله يرثى لها. يعني حكيت معاه انا قلت له واش داروا لك؟ واش كذا يعني كذب العقل يا اخي سليم، والله قال لي كذب العقل. يعني شفت البراس تاع القهوه هذاك يغلاوه ما يغلي، ومن بعد سكبوه في سرته، وهبط الماء هذاك كامل دالو كامل ضربوا شي الاجهزه الحساسه تعرف. يعني شيء مرعب، شيء مرعب. وش من عام كان هذا؟ وش من عام؟ هذه في 96 96 يعني قبل عام ما نخرج انا جابوه هو. وانت خرجت في 97؟ انا خرجت في 97 نعم. طيب يعني ما بقاليش الوقت كثير، يعني في دقيقه واحده يعني حاول تقول لي يعني من بعد يعني كيف يعني جات المصالحه الوطنيه عيطوا لك قالوا لك سمح لنا راهي صارت مأساة، اعطوك تعويضات، تعويض مادي معنوي والله ما كان ولا شيء؟ ما كان حتى حاجه يا الاخ سليم. هي لا مصالحه ولا هم يحزنون، هي مكالحه كالحنا. هي في بدايه الامر قال لك مصالحه فقط، هل انت مع المصالحه؟ وطرحوا سؤال هل انت مع المصالحه؟ وكل واحد يقول نعم انا مع المصالحه، اللي ما يقول ماهوش مع المصالحه الا المجنون. وبعد ذلك بعدما قاموا بالاستفتاء ونجح الاستفتاء تعرفوا شيء، يعني الناس حبت المصالحه. هذيك الساعه اصدرت القوانين من طرف السيد ويحيى تعرفوا شيء، القوانين الرنانه تعرفوا شيء، ما كان فيها لا تعويضات ولا تعرفوا شيء ولا كاش مصالحه. والمصالحه لم تحقق سوى 5 ولا 4% فقط. يعني كاش ما رجعوا بعض المسؤولين، كاش ما رجعوا. يعني انا مثلا رجعوني قال لك ترجع بس عافيك ديغراداسيون، يعني نزلوني في الرتبه تاعي تعرفوا شيء في رغم اننا كاين ناس يخدموا في هذاك، هم قال لك انتم تاع المدرسين انتم اللي كونتوا اللي ما ترجعوش للمدرسه مع تلبنا. وهم تاع حتى ونرجع منتدب، وانا كنت في اصلي منتدب في مديريه التربيه منذ سنين. نعم. طيب سي عبد الوهاب، يعني الوقت يداهمني وكنت نود نسمع منك ونسمع من ناس اخرين يعني اكثر، ومن يعني من خلال البرنامج يسمعوا الناس اكثر. لكن اعدك انه راح يكون لنا لقاءات كثيره، لانه هالملف فتحناه واكيد مش راح نغلقوه في ساعه ولا ساعه ونص. هذا الملف راح يكون مفتوح، ومفتوح ربما طيله كل هذه السنه حتى يجي الاحتفال نتاع، ليس الاحتفال يعني الحديث أو في السنة القادمة عن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في السجون. هي مهمة المؤسسات الإعلامية والمؤسسات الحقوقية أنه تدرس في خلال العام كل هذه الشهادات، تحاول تجمعها حتى تكون في تقارير تقدمها للأمم المتحدة لكل سنة. هي الأمم المتحدة كل سنة تشوف هذه التقارير وتبحثها، لأن يعني قضية التعذيب في السجون هي من القضايا الأهم في المجال الحقوقي على مستوى الأمم المتحدة. أشكرك جزيل الشكر سي عبد الوهاب بالقاسمي، العضو في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأيضا العضو في النقابة الإسلامية للعمل التي حلت آنذاك. كنت معي ضيفا عبر خدمة سكايب من مدينة باتنا شرق الجزائر. أبقى في الاستماع إلى الشهادات، ومعي من غرب البلاد من السوقر السيد أحمد. ورحب بك سيد أحمد في هذه الحلقة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حديث عن التعذيب في السجون الجزائرية وإنكار من طرف السلطات الجزائرية السكوت على هذا الملف، وتصريح من فاروق قسنطيني بأن قصص التعذيب في السجون الجزائرية هي من ضرب الخيال. أعطينا شهادتك، معاناتك، أين اعتقلت، من اعتقلك، وهل تعرضت للتعذيب؟ إذا كان نعم من وأين؟ الأخ سليم، أنا قريت في الصفحة نتاع الفيسبوك تاعك أنك كنت مريض هذه الأيام. طاهر إن شاء الله. على حسب اللي كنت مريض ما نظنش باللي هذا الحصة تنفعك، لأني الشيء اللي راح نحكيه لك هو شيء راح يزيدك مرض. يعني راح ممكن ما تقدرش تتمالك نفسك. ونقول لك أولا أنا ما راح نحكي لك على نفسي كثير، لكن راح نشهد لك بعض الشهادات. هناك شهادات أنواع، هناك شهادة ما رأيته بعيني، نعم، وشهادات ما حكوه الناس اللي كانوا في السجون معنا، وشهادة ما يعلمه كافة الناس، نعم، أو عامة الناس في المدن المعينة. أولا راح نبدأ لك بالمقلوب. يعني نقول لك أننا حكمنا في المحكمة الخاصة في وهران ونحن مكبلين بالمناط. يعني أنك داخل المحكمة دليلك لمناط ويحاكموك. ثانيا قسما بالله الذي لا إله إلا هو، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، ونحن نحاكم كان القاضي نائما. نقول لك نائم. وحكم في الأخير على 9 من الجماعات 9 بالإعدام. يعني أنظن اللي ما كانش تخيل في راسك أنك واحد يحكم في المحكمة الخاصة على ناس وهو ينام كل ما يجي للحصة، كل ما يجي كل يوميا، لأن المدة طالت طويل جدا، لأن المجموعة كانت كبيرة بزاف، ولهذا كان مرة على مرة تشوفه يشخر حتى يدزوا اللي مساميه القاضي، اللي مساميه أو المساعد نتاعو باش يفطن. في مرة من المرات لما كسر عليه في يوم ثالث أو رابع أو مانيش متذكر، قال اسمحوا لي أنا راني نبات سهران على الملفات، ولم يطلب من اللي كانوا يتكلموا في المحكمة أن يعيدوا حتى كلام. هذه مهمة كثير، وهذه أنا أشهد بها أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام التاريخ. جميل. نقطة أخرى، الناس كثير ما يعرفوش أشياء، ما يعرفوش تليلات، مدينة تليلات وما يوجد في مدينة تليلات. الناس تعرف، أهل مدينة تليلات يعرفوا باللي كاين كازيرنات تاع عسكر كثير. داخل كازيرنات ما يعرفوش واش كاين. واسألوا أهل تيارت وأهل البيض وأهل المشرية واش جرى لهم في تليلات، واش جرى لهم في داخل السكنات نتاع تليلات. راح نقول لك واحد الأشياء ما ذكره الإخوة، خاصة الإخوة نتاع البيض ونتاع المشرية، ما ذكروه في السجن أو ما ذكروه لنا، أن في تليلات كانوا يجيبوا لهم الأكل، ويجيبوا الأكل بالمسدس، ويجيبوا أكل كثير، يعني لحم وخضرة وفاكهة وكذا، ويجبرونهم على الأكل هذا. تعرف علاش الأخ سليمة؟ لماذا؟ ايه رايك علاش؟ ايه قل لي علاش؟ ماكش عارف. لأنهم لاحظوا أن أثناء التعذيب كثير من الإخوة ما يقدروش يشدوا، يعني صحيا فيزيكما ما يقدرش يشد، فكانوا يوكلوهم جدين، يوكلوهم مليح حتى في التعذيب يقدر يشد. في ماسينتا في وهران، وهو المقر نتاع السيكوريتي ميليتار، فيها فيلا في السنتر تاع وهران، في مركز وهران، مختصة في التعذيب. يقال أن اللي هبط للسوتيرة نتاعها لتحت لم يعد أبدا إلا واحد خرج من السوتيرة، واحد حي فقط هو الآن موجود في وهران، واحد حي فقط خرج من السوتيرة نتاع ماجنتا، واحد فقط. أقول لك الأخ سليم، المرصى، في سجن المرصى السجن العسكري كان موجود معنا واحد شاب من السينيا. لما نذكره يعني تخيل أن هذا الشاب كان شاب صغير جدا، كان يلعب في السينيا وكان فيه تنشيط، فجات حبة نتاع رصاص أو زوج ومش عارف، ضربوه في كرشه وحلوه من كرشه، فخرجوا الأمعاء نتاعه خرجوا، فداوه المستشفى، داروا له حساك فاشي هكذا باش البقايا نتاعو تخرج، وجابوه عندنا في المرصى في لاكور 1 وبقى عندنا مده. هو لما شاف هذوك الامعاء نتاعو برا يعني كانه تخلخل شويه من عقليا، اوقع احتجاج كذا، اخذوه الى المستشفى، مستشفى وهران، وهو مخلخل عقليا يعني خلاص هرب من المستشفى. اعادوه
هرب راح لبيتهم، اعادوه وداروه في زنزانه لوحده، والامعاء نتاعو خارجه بالصاشي، وكان كل ليله، والاخوان يتذكروا، اخواني كانوا في السجن مرصد 93 و 94 يتذكروا مليح ان هذا الشاب كان ينادي كل الليل هو ينادي من نافذه الزنزانه في السجن العسكري في وهران، وينادي على امه: يا الله يا الله يا الله، ليالي وليالي وليالي لم ننم بسبب هذا الولد اللي هو من مدينة السينيا ولا نعلم ماذا جرى له. أخي كريم، في يوم من الأيام في السجن العسكري في وهران في الديرام ديفيزيون داريك ليزون ميليتار، وهي جايه في طابق عالي ما تقدرش تعرف واش من طابق، لان الدخله الاسكاليه كبار وما تعرفش واش من طابق. في حوالي 40 زنزانه، في كل زنزانه حوالي 14 الى 15 واحد، هي زنزانه معموله لاربعه. ففي يوم من الايام كانوا يخرجونا في القول بتاعها هذاك فقط. في يوم من الايام احنا ندوروا حتى دخلت علينا مجموعه نتاع الدرك، المجموعه خاصه نتاع درك. لما دخلت علينا وبدا المطرق يضرب، لا ونحن لا نعلم علاش. يعني جرح من جرح وضرب من ضرب، فيهم واحد من دائره الشلاله بولايه تيرت. هذا ضرب بالسنتوريه ميليتار، هذاك السبته نتاع الارمي بالحديده نتاعها في الراس امام في الجبهه، حلت الجبهه نتاعو، فداوه مجروح، وهو كان مغميا عليه فطن. فوجد الشاف تاع البريغاد هذيك يتكلم مع المسؤول نتاع السجن نتاع المحكمه العسكريه، ويقول له يسب فيه ويقول له: قلت لي كانوا باغي يهربوا، ما تشمش تجيب لي نقتل ولاد الناس هكذا وتقول لي كانوا باغي يهربوا. يقول له الاخر: يستاهلوا، حتى هما كانوش باغي يهربوا يستاهلوا. هذه يعني انا نشهد لك بها الشهاده. نزيد لك اشياء واحده اخرى. تفضل. الاخ بكاري نتاع البيض، نعم، اسالوه هو واخوه عبد الرحمن، دخل هما زوج معروفين بالطول القامه نتاعهم، دخلوا لتليلات لباس عليهم، وخرج عبد الرحمن بنظارات موان 15 ناقص 15 من كثره الصابون والجافال والتعذيب. هل تعلم اخي سليم ان نقول لك حاجه؟ كان لما يدخل الاخوه يجيبوهم من عند الدرك ويجيبوهم للسجن لينا، لان احنا كنا من الاوائل، كنا نقلع لهم الحوايج نتاعهم في الباب. راح نعطيك مثال واحد. في يوم من الايام نظفنا سروال تاع واحد الاخ من مشريه، فوجدنا فيه 600 قمله ثم قسناه في لابوبال. تخيل هذا. نعم. ما راحش نذكر لك، نذكر مدينه السوقر، لانك ذكرت قبيله انت. مدينه السوقر الناس يعرفوا زليطه هذا كان القي عليه القنص في الدرك تاع السوقر، وهرب لما ولا امام الملعب البلدي. ضربوه برصاصه. فجاء الشاف دو بريغاد تاع السوقر وحط فوقه ان بنو وشعل زلاميت وهو حي، والشخص لم يمت بعد. واسالوا اهل السوقر كلهم راح يقول لكم والشخص لم يمت بعد، وكلهم يقول لكم زليطه. فشعل فوقه النار، وكان واحد مجنون في المدينه اعطاه له الناس برويطه ولمد البقايا نتاعو، هو اللي دفنه، لان الشاب دو بريغاد ما خلى حتى واحد يقربه. فالناس خوفا منه اعطوه لهذا المجنون، اعطوه بروات ولمد البقايا، لان في اجزاء ما تحرقتش وفي اجزاء اكبر اجزاء تحرقت، لمدوهم وداروهم في البرويطه وداوهم. نقول لك مدينه السوقر سي شاشوا الله يرحمه لما قتل جابوه يجروا فيه، رابطينه في برجليه في هذاك الوسمع العسكري، ويجروه في المدينه كلها، داروا به في المدينه. واش نحكي لك يا الاخ سليم؟ انا قلت لك يشيب شعرك، وانا ماش نحكي لك على روحي، وان شاء الله ما نحكي لكش على نفسي نهائيا، لكن نحكي لك ما جرى لهذا الناس. احكوا يا جماعه، انا ادعو جماعه البيض وجماعه مشريه وجماعه بالعباس وجماعه التمسان وجماعه التيارت، ما جرى لعبد الاله الذي مات داخل السجن وكان عنده السكر ومات داخل السجن. ما جرى ليله الاخوه اضربوا في السجن المدني، وكنا في السجن لما تحولنا الى السجن المدني بمدينه وهران. ماذا جرى لنا داخل السجن لما جابوا لنا السياناس وبات المطرق حتى كسر الاخوه من كل مكان. كاين بعض الاخوه اللي عندها 3 فراكتور، اداوهم بلي فراكتور تاعهم الترانسفيري في دي كاميون ميليتار لوين البشار، ولم يحاكموا بعد، ثم اعيدوا بهم بعد مده ليحاكموا في وهران.
وكان هناك في عندها ديفراكتير مازال الان عوجه ليومنا هذا من هذيك الديفراكتير تاع هذيك الليله، وسال من الدماء في ليلتها ان بعض الناس حكوا لي انهم رفدوا قرص نتاع الدم مكبد، رفدوا قرص تاع الدم. انا سي احمد واش نقول لك اخي سليم؟ نعطي لك نعم. يعني نعطي لك فقط اذا تسمعني. انا كنت عارف يعني انه فتح الملف وسماع شهادات الناس مانيش نسمع فيك مليح انا. انا كنت عارف يعني بداية الحلقة سماع شهادات الناس راح يكون من الصعب توقيف اي شهادة، لكن الوقت الله غالب يحددنا. بقات لي دقيقة فقط، يعني نعطيك دقيقة مدام فيه رد رسمي يعني، وانه فيه مستشار للرئاسة في حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني يقول بانه قصص التعذيب في السجون الجزائرية هي ضرب من الخيال، وانا مش عارف يحكي السجون الان او سجون من قبل، لكن يعني في تصريح مثل هذا نعطيك دقيقة. انت اللي عانيت هذا الشيء، وش ممكن تقول لمن يشاهدك من مسؤول او من مواطن شاب جزائري واحنا في 2012؟ عايز السؤال من فضلك، ما سمعتكش مليح، هو اني راح ناخذ لك. نعم، ما الذي تقوله لهؤلاء المسؤولين الذين يقولون أو ينفون نفيا قاطعا وجود التعذيب في السجون الجزائرية أولا، وما الذي تقوله للشباب الجزائري اللي يسمعك الآن، هذا اللي ما عاشش تلك يعني الفترة؟ شوف ببساطة راح نقول لك المفقودين روحوا شوفوا أوراق أبناء المفقودين واش عندهم في شهادة الوفاة. اسمع مليح، شهادة وفاة المفقودين واش مكتوب فيها؟ ما وش مكتوب فيها توفي هكذا، مكتوب في شهادة وفاة المفقودين قتل مع الإرهابيين في الجبل الفلاني أو الجبل الفلاني. لازم تنتبهوا، الناس بغات تزوج ابناء، انا نعرف واحدين بغاو يزوجوا بناتهم وبيهم مفقود ما يقدروش يعقدوا لهم، فلما اعطاهم شهاده الوفاه مكتوب فيها قتل مع الارهابيين، وهو انا اعرف انه مات في الكوميساريه نتاع تيارت ونزعت عيناه وهو حي بفر الشيطان، نزعت عيناه، وكان مهندس فلاحي وكان مدير فلاحه في ولايه تمر راسط، وردم في مقبرة ردم، انا نقول مش دفينا، جابوا البوكرة حفروا له وداروه لداخل وردموه. يسالوا اهل هذو يشوف شهادة الوفاة تاع هذا واش مكتوب فيها، وهم اللي دفنوه واخذ من البيت. حالة رهيبة. واش نقول لك اخي كريم، انا نقول لك نقدر نقعد معاك حتى 48 ساعة ما نتوقفش عن الحكايات. ستكون لنا لقاءات معك أخرى نسمع منك هذه الشهادات، لأنه بالنسبة للمشاهدين هي ليست حكايات وليست قصص، هذه شهادات لوقائع كان من المفروض أن يترتب عليها أو تترتب عليها أمور قانونية وأيضا سياسية. قضية التعذيب في السجون يعاقب عليها القانون الوضعي في الدول داخل الدول، وهناك اتفاقات دولية ويعاقب عليها أيضا القانون الدولي، القانون الجنائي الدولي. هذه شهادات مهمة. نحن نفتح هذا الملف وملفات أخرى لنسمح لهذه الشهادات أن تظهر للعيان وللناس وللمسؤولين، لعل تتحرك مياه راكدة وترجع الحقوق إلى أصحابها. أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد، ضحية من ضحايا التعذيب في الجزائر وشاهد عن هذه الظاهرة البشعة، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر. نختم مشاهدي الأعزاء بنظرة لعالم اجتماع يتحدث عن الآثار النفسية وأيضا الاجتماعية لظاهرة التعذيب في السجون، وخاصة عندما لا يكون هناك دواء سياسي واجتماعي وحضانة سياسية واجتماعية لهذه الظاهرة. معي عبر الهاتف من الجزائر أستاذ علم الاجتماع سيد سعيد قريمس. أرحب بك أستاذ سعيد. أستاذ سعيد تسمعني؟ وفقكم على ما تبذلونه من جهد طيب في خدمة القضايا العادلة، وخير ما أبدأ به الحديث حول قضية القمع والتعذيب والديكتاتوريات الموجودة في العالم العربي بما فيها الجزائر. مقولة لابن خلدون
رائد ومؤسس علم الاجتماع، حيث قسم السلطة السياسية إلى 3 أقسام، وقال أن هناك الملك الطبيعي والملك السياسي والملك الديني. والملك الطبيعي كان يقصد به السلطة السياسية أو السلطة القهرية أو الدكتاتورية التي شغلت حيزا كبيرا من الآيات القرآنية مقارنة بالقضايا الأخرى، حيث كانت من بين المسائل التي ركز عليها القرآن الكريم مجسدا إياها من خلال قصص فرعون وما فعله في قومه. ومن هذا القصص القرآني استمد العلامة ابن خلدون نظريته المعروفة في نشوء الدولة وانهيارها وأقسام السلطة. يقول مثلا على السلطة القهرية في كتابه المشهور المقدمة: السلطة القهرية في الغالب جائرة عن الحق، مجحفة بمن تحت يدها من الخلق في أحوال دنياهم، لحملهم إياهم في الغالب على ما ليس في طوقهم من أغراضها وشهواتها. ويقول أيضا إن الملك إذا كان قاهرا باطشا بالعقوبات منقبا عن عورات الناس وتعديد ذنوبهم، شملهم الخوف والذل، ولدوا منه بالكذب والمكر والخديعة فتخلقوا بها، ففسدت بصائرهم وأخلاقهم، وربما خذلوه في مواطن الحرب والمدافعات، ففسدت الحماية بفساد النيات، وربما أجمعوا على قتله. نعم. ويقول: وإذا كان رفيقا بهم متجاوزا عن سيئاتهم استناموا إليه ولادوا به وأشربوا محبته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه، فاستقام الأمر من كل جانب. ابن خلدون وهو يتحدث على قضية القمع كان يريد أن يوصل فكرة واضحة وجلية على أن النظام الدكتاتوري الذي يربي أبناءه أو مواطنيه، الذي يربي أفراده أو شعبه على الخوف، لا يمكن أن ينتج مواطنا صالحا يغار على بلده ويحميه. وعندما أقرأ هذه العبارة تمثل أمامي صورة تتجلى في أعلى مظاهرها، وهي مثلا قضية بني إسرائيل مع فرعون. موسى عليه السلام وقد بعثه الله لكي يخرجهم من الذلة إلى العز، عندما خرج بهم متجها نحو سيناء ووصلوا إلى البحر، ماذا قالوا له؟ قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. وعندما خرج بهم إلى سيناء وأراد أن يدخل بهم فلسطين قالوا له: إن بها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فكان دائما موسى يريد أن يخرجهم من الذل، ولكن لأن القمع الكبير الذي سلطه عليه الفراعنة على بني إسرائيل حولهم إلى شعب جبان ومنافق يخاف من ظله ويخشى من الحرية والانعتاق. وبذلك فإن الله سبحانه وتعالى كلف موسى بأن ينزل بهم إلى صحراء سيناء ويبقوا هناك لمدة 40 سنة يعيشون في فضاء لا سلطة فيه لا قمع فيه، حتى ينقرض الجيل الذي تربى على الذل والخوف وينشأ هناك في كنف الحرية جيل لم يذق طعم المذلة، وهذا الجيل هو الذي يستطيع أن يبني الدولة لاحقا. إذن فكل نظام قمعي ديكتاتوري يمارس القهر على أفراده فإنه عندما يواجه أول أزمة فإنهم يتخلون عنه ويتركونه يواجه مصيره. يمكن أن نلاحظ هذه الأخسال مثلا في القضية العراقية. نعم. نظام حزب البعث أو النظام العراقي الذي كان على رأسه صدام حسين الذي أمضى سنوات كثيرة وهو يقمع شعبه، وأصبح هذا الشعب لا يبدي له إلا وجه الرضا ويضمر في قلبه له كل حقد، إلى درجة أنه لما قام بالاستفتاء قبيل الغزو العراقي الثاني وقرر بأن الشعب يجب أن يصوت بورقة مكشوفة لا توضع داخل الظرف، تحصل على نسبة 99% من المؤيدين
وكان يتبجح بأن هذا الشعب يحبه وأن هذا الشعب يرغب في بقائه إلى آخره. ولكن عندما دخلت القوات الغازية إلى العراق لم تواجه القوات العراقية لم تواجه أكثر من 48 ساعة، وهو الوقت الذي استغرقته في دخولها من الحدود الكويتية إلى بغداد. لم تجد أي مقاومة إلا مجرد بعض المناوشات في جزيرة الفو وما جاورها، ووصلت إلى بغداد وبسطت سيطرها لأن الشعب العراقي كان يعيش تحت القمع. أعطيني خلاصة يعني أستاذ علم، يعني أستاذ سعيد، يعني أنت تحدثت يعني بأمثلة توجز فعلا النتيجة يعني الكارثية لممارسة التعذيب وقهر الشعوب من طرف الأنظمة المستبدة، يعني وكان كلام فيه كثير من الحكمة ومن الدقة. لو أعطيتنا عنوان في 30 ثانية لهذا كل هذا الكلام، يعني ويعني لو يكون إسقاط على الجزائر يعني والنتائج اللي شفتها أنت، أي مجتمع نتحدث عنه ناتج عن تعذيب وعن قهر واختطاف وأشياء حدثت في العشرية السوداء، ولم تستطع المصالحة الوطنية أن تحتويها، أن تعالجها كما يقول الكثير. الأخ سليم، عندما نتحدث عن موضوع في الجزائر هذه الثقة المفقودة بين الحاكم والمحكوم وانسحاب المجتمع من أداء دوره السياسي، هذا كلها مؤشرات على وجود قمع داخل المجتمع، على عدم وجود هناك حريات. أصبحنا بعض الدول المجاورة التي كانت تعدنا نموذجا في الحرية والديمقراطية أصبحنا نتوق لكي نكون مثلها، مثلا تونس والمغرب أو غيرها من الدول. يعني هناك نكسة على مستوى الحريات في الجزائر، وهذا ما سيؤثر وأثر بشكل كبير على المجتمع الجزائري من ناحية التشتت الاجتماعي. انسحاب، عندما نقول أن الشعب لا يصوت، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الشعب غير راضي، لا يرى أن هذا ما هو موجود في الساحة السياسية يعبر عنه حقيقة. بالأمس فقط عندما كنتم تطرقتم القضية تاع اغتيال محمد بوضياف في الكتاب الأخير الذي صدر ويتحدث عن مسيرته النضالية، يقول أن الشخص الذي اعتقله أيام الاستعمار هو نفس الشخص في الشرطة الجزائرية الذي اعتقله بعد الاستقلال. أظن أن هذه العبارة تكفي. كاين هناك مجموعة من الأفراد متمترسة داخل أجهزة الدولة لا تكن لهذا الشعب لا تكن له لا تقديرا ولا احتراما، وإنما قلبها مملوء بالضغينة إليه. ولا أشكرك يعني عذرا عن المقاطعة لضيق الوقت ونهاية هذه الفقرة، وكنا قد تجاوزنا يعني حدها المعتاد. أشكرك جزيل الشكر أستاذ علم الاجتماع السيد سعيد قريمس على هذه الاستنتاجات عن نتائج القهر والتعذيب على المجتمع وعلاقته بالسلطة. قد نفتح نوافذ أخرى عن النتائج النفسية للأشخاص ولذوي الأشخاص وعلى الأسرة يعني المرتبطة بضحايا هذا التعذيب والقهر في حلقات قادمة، وهي أيضا نقاط وملفات مهمة كثيرة مشاهدينا الأعزاء. إذن نتحدث في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، والذي صادف هذه السنة يوم 26 من هذا الشهر. هذه التقارير الدولية التي تتحدث عن ملفات سوداء عن التعذيب في السجون في العالم، في الوطن العربي، في المنطقة المغاربية، وأيضا في الجزائر. استمعتم للكثير من الشهادات حول التعذيب في السجون الجزائرية خلال فترة التسعينات وإلى غاية 2006 حسب آخر يعني الإحصائيات والشهادات التي استمعناها. سنفتح لكم المجال بعد لحظات مع زميلي عثمان سابق في برنامج صدى الشارع لنأخذ نفس الموضوع ونسمع منكم شهادات أو رأي أو انطباع عن ما استمعتم إليه وعن ما ربما استمعتم أو شاهدتموه
من قصص عن التعذيب في السجون الجزائرية. إذن فاصل وتواصلون مع عثمان سابق وصدى الشارع. التعذيب في السجون الجزائرية.